السلام عليكم. الرسول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الرسول اليتيم أول اليتم، كان أبوه عبد الله. تزوج من آمنة أم النبي، وبعد أقل من شهر من الزواج خرج أبو النبي عبد الله إلى تجارة، وما كان بيعرف أنه زوجته آمنة حامل بأعظم مخلوق على وجه الأرض، حامل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله أبو النبي وهو راجع من الشام من التجارة قرر انه يزور خواله، خوال ابو النبي بنو النجار من المدينة. ولو تفكروا فيها يا جماعة، هاي لحالها فيها حكمة من الله. الله اراد انه خوال ابو النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا من المدينة، لانه هذا النبي سيخرج ويعود الى المدينة. فهذا يا جماعة ترتيب الهي. ولسه الاحداث اللي راح احكي لكم اياها راح تبين لكم كيف الله سبحانه وتعالى هيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة، هيأه نفسيا وعقليا. فعبد الله أبو النبي زار خواله في المدينة. لما دخل عندهم وجلس صابه مرض وتعب، والمرض والتعب هذا يا جماعة صار فجأة، وهو جالس عند خواله زاد عليه هذا التعب والمرض ومات ودفن في المدينة. وعلماء الإسلام يا جماعة بيحكوا إنه أشد اليتم إنك تكون في بطن أمك وأبوك يموت، لأنه الطفل اللي بموت أبوه وهو ببطن أمه ما بيسمع كلمة يا ابني، وهو ما راح يحكي كلمة يا أبي أو يا بابا. فعشان هيك سموه العلماء أشد أنواع اليتم، وما قدر حتى يحضن أبوه ولا يشم ريحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل ما ينولد كان مفتقد لحضن الأب وريحة الأب. ومع هذا كله كان الرسول رحيم جدا جدا على شباب هاي الأمة. في طبعا كثير أحاديث وروايات بتبين هذا الإشي، وقديش الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على شباب هاي الأمة. ولما بلغ الرسول عمر 6 سنوات قررت أمه أمينة إنها تأخذه وتروح على المدينة. قررت تروح على المدينة عشان تزور قبر زوجها أبونا النبي، وبرضه عشان تزور أخوال زوجها. شايفين الوفاء والبر يا جماعة؟ شايفين كيف كانت علاقة أم النبي بأهل زوجها؟ المهم قررت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم إنها تسافر على المدينة، وما كان معاها إشي نهائيا غير الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات وأم أيمن. أم أيمن هاي يا جماعة هي حاضنة الرسول، ومشيت 500 كيلو في الصحراء ما حاش إشي غير جارية وولد عمره 6 سنوات. ولما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقف عند قبر أبوه. تخيلوا يا جماعة الموقف، طفل عمره 6 سنوات وأول سفرة إله، وأول ما تسافر توقفك أمك وتحكي لك هذا قبر أبوك اللي أنت أساسا عمرك ما شفته. تخيلوا المشهد والدموع اللي نزلت من عيون الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف قبر أبوه، والحزن اللي كان فيه كطفل عمره 6 سنوات. ولسه هذا كله كان البداية، هذا كله كان بداية من ربنا عشان يهيئه لرسالة الإسلام. والله سبحانه وتعالى طبعا له حكمة عشان يبين للرسول صلى الله عليه وسلم شو هي قيمة الدنيا. بعد هيك أخذته آمنة أمه ومشي في طريق 150 كيلو في منطقة يقال لها الأبواء. أمه وهي ماشية يا جماعة فجأة تعبت في الصحراء، في نص الصحراء تعبت ووقعت على الأرض. فقالت أم أيمن اللي هي حاضنة الرسول وكانت معاهم، قالت إنها مسكت آمنة أم الرسول ورفعتها على الأرض، وكل اللي كان بدها إياه إنها تحضن محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما حضنته توفت، ماتت أم النبي أمام عينه في الصحراء. ولسه كان قبليها بأيام يا جماعة بزور قبر أبوه، بعديها بأيام توفت أمه قدام عينه في نص الصحراء. يعني لسه مشهد زيارة قبر أبوه لسه ما راح عن باله. فأكيد هو في الطريق صلى الله عليه وسلم كان يتذكر قبر أبوه. فتخيل أنت ماشي بتتذكر قبر أبوك، أمك تموت قدام عيونك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرفيا ما حس في حضن أبوه ولا شبع من حنان أمه. فالنبي كان واقف وعيونه مليان دموع وبتطلع على جثة أمه، وأم أيمن كانت بتبكي وبتمسح على راس الرسول. فحكت له يا محمد عاوني عشان نحفر قبر أمك. انتم مستوعبين يا جماعة؟ طفل عمره 6 سنوات لسه شايف قبر أبوه، وبعديها بأيام حفر قبر أمه بإيده. في حدا منكم انتم اللي بتشوفوا الفيديو مر بهيك ظروف؟ فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بحفر قبر أمه وهو يبكي في نص الصحراء. وتقول أم أيمن كنت أبعد محمد عن قبر أمه، ما كانت حابة إنه يشوف القبر والمنظر هذا بعمر 6 سنوات. وحكت إنها قعدت أيام وهي تحفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وبعدين دفنوها في هذا المكان. فلما مسكت إيده عشان يروحوا حكى لها أمي نأخذ أمي معنا. فكملوا مشيهم من الأبواء، منطقة الأبواء، حتى وصلوا مكة. وأول ما دخلوا مكة توجهت أم أيمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت جده عبد المطلب. خليني أحكي لكم إشي بسرعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر
بعد فتح مكة لما رجع قال: استأذنت ربي أن أغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فلما رجع وقف عند قبر أمه، وهو طبعا عارف قبر أمه، حتى قال لما رجع للمدينة: هنا بئر سبحت فيه وهذا قبر أمي. فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبر أمه وبدأ بالبكاء. حتى الصحابة قالوا ما كان في صحابي واقف حوالين النبي إلا وبدأ أيضا بالبكاء. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا كان بيتذكر المشاهد اللي صارت معاه. طفل عمره 6 سنوات يتيم ما شاف أبوه، أمه توفت وهو عمره 6 سنوات. أي مرحلة هاي اللي مر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا سبحان من أعطاه الصبر. وإحنا اليوم لو صار إشي بسيط جدا بنقوم الدنيا وما بنقاعدها، وبالآخر بكون إشي تافه ودنيوي. فالمهم أيمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عمره 6 سنوات طرقت الباب على بيت جده عبد المطلب. فلما فتح الباب جده شاف الرسول وسأله سؤال مباشر: أين أمك؟ تقول أيمن. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يردد: ماتت. فضمه عبد المطلب وقال له: أنت بني. لو تفكر بكل اللي صار مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحد الآن، هذا كله يا جماعة عبارة عن إعداد من الله سبحانه وتعالى للرسول للأشياء اللي راح يمر فيها بهاي الدنيا. الله سبحانه وتعالى كان عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلال رسالته وبعثته راح يمر بأمور عظيمة جدا، فكان لازم أنه يعده إعداد كبير جدا. أول إشي مات أبوه، بعديها ماتت أمه، زي كأنه الله سبحانه وتعالى بيحكي له: شايف يا محمد قيمة الحياة والموت؟ انتوا عارفين ومدركين قيمة الموت يا جماعة؟ أكثرنا اليوم ما بيعرف قيمة الموت ومفكر حاله مخلد. لا تستنى يموت لك أب ولا أم ولا أخ ولا صاحب عشان تعرف قيمة الموت. الموت باب يا جماعة وكل الناس رح تدخل هذا الباب. لا تعطوا هاي الدنيا قيمة زيادة عن اللزوم. الله سبحانه وتعالى بدأ يعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قيمة هاي الدنيا وهو عمره 6 سنوات. وقال الله لسيدنا محمد في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. الشهرة يا جماعة الله سبحانه وتعالى كان بعد سيدنا محمد قبل ما يدخل الشهرة وقبل ما يدخل ميدان ارتفاع الذكر. وما تغرك الشهرة والمتابعين، لأنه في الآخر أنت راح تموت لوحدك وراح تحشر لوحدك وراح تبعث لوحدك. يوم لا ينفعه مال ولا بنون. صدقوني يا جماعة، اللي ما بيعرف قيمة الحياة والموت في هاي الدنيا راح يخسر خسارة كبيرة جدا وراح يندم يوم لا ينفع الندم. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكي: مالي والدنيا ومال الدنيا ومالي. يعني الدنيا هاي لا أنا إلها ولا هي إلي. الدنيا كانت بعيدة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دخل إعرابي على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بهابه هيبة الملوك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان له طبعا هيبة. الأعرابي كان يفكر إنه الرسول ملك، فحكى له الرسول عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا هذا، أنا لست بملك، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تقض القضيض. حكى له: أمي مسكينة كانت تجيب اللحم وتنشف اللحم وتجفف اللحم، لكن إنما أنا عبد أسجد لله سبحانه وتعالى. الرسول زار قبر أبوه، بعديها بأيام أمه توفت، بعديها راح على جده عبد المطلب وحضنه جده وقال له: أنت بني أنت بني. لكن سبحان الله يا جماعة، الله لما يأخذ منك إشي بيعطيك إشي في المقابل، ولما يعطيك إشي عشان في المقابل يأخذ منك إشي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح عند جده عبد المطلب كان عمر جده 90 سنة، والنبي كان يحب جده لأنه أمه حببته فيه. ولما كان جده عبد المطلب يجلس في ظل الكعبة ما كان حدا ثاني يسترجي إنه يقعد محله، لأنه كان عبد المطلب سيدهم. لكن النبي لما كان يروح على الكعبة وهو عمره 6-7 سنين كان يجلس مكان جده. فلما كان يجي جده عبد المطلب كان يحكي: أنا جبته معاي عشان يلعب. لكن المفاجأة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يلعب، كان يقعد ويسمع كلام الكبار، يسمع النقاش اللي كان يصير بين سادات قريش. حتى التفت جده للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا أهل قريش، إن هذا ابني وأظن أنه زعيم من زعمائكم. كان حاسس أن الرسول عليه الصلاة والسلام راح يصير زعيم وله شأن كبير جدا. لما كان الرسول يدخل على جده كان ياخذه ويلتحف فيه، يعني ياخذه بحضنه. وجده كان يحكي: كنت أحس ببركة وبراحة ما حسيتهم قبل بحياتي نهائيا. وقال جده أنه لما كان يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يحكي له سيدنا محمد: لا تلتفت لي فترى عورتي، يعني خلي عينك الجهة الثانية عشان ما تشوف عورتي. وسبحان الله ما حدا شاف عورة الرسول عليه الصلاة والسلام. والابتلاء اللي بعده أنه جده عبد المطلب أصابه مرض، فنادى على عمه أبو طالب وقال له: يا أبا طالب، أوصيك بابني هذا، سيكون له شأنا عظيما، يتم
ويتم ثم يتم آخر. كل هذا لأنه الله سبحانه وتعالى بده يهيئ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحاول دائما إنك تكون راضي بكل ابتلاء ربنا بيبتليك فيه، لأنك ما راح تعرف شو الله سبحانه وتعالى راح يعطيك مقابل هذا الابتلاء. فالحمد لله دائما وأبدا، وهذا والله أعلم، والسلام عليكم.